اكبر غلطة بيقع فيها المتدربين هي الاستعجال على النتيجة. اتكلمت في فيديو قبل كده عن المستويات اللي ممكن تبقى موجودة عند كل شخص في فترة التدريب. في حد ممكن يبقى عنده الموهبة جاهزة من حلاوة صوت واداء وتوظيف احساس، ده ما بياخدش وقت طويل في التدريب. حد تاني صوته حلو ولكن ما بيقدرش يأدي صح. حد تالت بيعرف يأدي وعنده احساس بيوظفه صح ولكن صوته محتاج يتدرب. فهنا ده اللي انت محتاج تركز عليه، تحدد بالظبط انت مستواك فين وتشتغل على النقط اللي مش موجودة عندك. الوقت اللي محتاجه علشان مستواك يتقدم مبني في الأساس على مدى التزامك وشغفك بالمجال اللي مخليك عاوز تدرسه من كل الجوانب. الفروقات فيها بالظبط زي حد بيروح الجيم طول الأسبوع وحد بيروح يومين بس وحد ما بيروحش خالص. خد نفس المثال ده وطبقه على نفسك لو بتتدرب للتعليق الصوتي. اشتغلت مع 9 جروبات لحد دلوقتي، شفت فيهم الاختلافات دي. حد عنده الموهبة ولكن ما بيستغلهاش صح، حد تاني كان لا يملك الا خامة صوت كويسة، اشتغل على نفسه لحد مستواه ما بقى احسن من صاحب الموهبة. اذا صوتك قابل للتدريب، ادائك يقدر يتحسن. لو هتقارن نفسك بحد قارن نفسك بنفسك. مستواك بقى ايه دلوقتي مقارنة ب4 شهور فاتوا؟ مستواك ايه دلوقتي مقارنة بالفترة اللي جاية؟ واحنا هنا ما بنعدش ايام وشهور، احنا هنا بنعد مدى التزامك في الفترة دي. انا عايدة طاهر، فويس اوفر، هكون معاك خطوة بخطوة في رحلتك للتعليق الصوتي.